السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل طريقه عمل حواوشي اللحم. معانا هنا 2 كيلو الا ربع من اللحمه، عليهم ربع كيلو من اللية او الدوش. الاتنين فرماهم عند الجزار، يعني خليه يفرملك اللية او الدوش عنده في المفرم. 2 كيلو الا ربع لحمه على ربع كيلو من اللية. ومعايا هنا كيلو من البصل، وحوالي كده يعني 5 قرون فلفل بقى، سواء رومي او يعني شطة اللي تحبوه. انا حطيت 3 قرون شطة على 3 من الرومي عشان طبعا ما يبقاش حراق قوي. ومعانا بقى التوابل بتاعة الحواوشي، وهي فلفل اسود وبابريكا وكزبرة وملح وتوم باودر وبصل باودر و7 بهارات وشطة حمراء. طبعا على الكمية انا هنا عشان عندي كتير، هعمل 2 كيلو الا ربع، فحطه من كل حاجة 3 معالق صغيرين. وطبعا رشة جوز الطيب كده في الطبق الصغير اللي انا بحط منه ده، حوالي يعني نص واحدة جوز الطيب. طبعا الملح احنا قلناه، او لو ما قلناهوش ادينا قلت. هنحط بقى جوز الطيب والتوابل على اللحمة. وهنا بقى فرمت البصل والفلفل مع بعض في الكبة، فرمتهم الاتنين مع بعض. وهنبتدي بقى نعجن الحواوشي كده زي ما انتم شايفين، هنعجنه كويس جدا. الحواوشي عكس الكفتة بنكتر فيه البصل. يعني الكفتة عامة مش يعني محبوب فيها قوي ان احنا نكتر البصل فيها. لكن الحواوشي بقى تكتري بقى توابل، تكتري بصل، هي اصلا يعني بيبقى يعني ايه، بيبقى حارش كده، فلازم تكتري في الحاجات دي علشان طعمه يظهر. بنعجن بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين. انا قعدت بقى فترة كده اعجن لغاية ما البصل وكل التوابل اتوزعت كويس جدا. حابة تقطعي طماطمايه عليه زي ما تحبي، بس انا بصراحة مش بفضل الطماطم عليه قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين ابتدى بقى الانسجة بتاعة اللحمة كده يعني تخش في بعضها، ويبقى البصل واللحمة وكل حاجة واحد. شلته بقى هنا، انا ما كنتش هعمل الكمية دي كلها، فشلت منها وحطيته في الفريزر. بعد كده هنعمل بقى ايه، جبنا عيش بلدي، طبعا الحواوشي بالعيش البلدي الدارج، يعني حابة تعمليه في عيش شامي زي ما تحب. حطيت بقى هنا فتحت الرغيف العيش البلدي، وهبتدي بقى احشيه كده. طبعا لازم يبقى مليان شوية كده علشان يبقى حلو. وهنوزع اللحمة في قلب الرغيف ونسويه كده، ما يبقاش يعني حتت فاضية وحتت مليانة. هو اوريدي كده كده لازم يكش، علشان دي لحمة يعني ما فيهاش، مش يعني مش مضيفين بقى برغل عليها زي المحلات ما بيعملوا كده، فلازم اوريدي هتكش في الرغيف. انت لما تيجي تاكلي حواوشي فيه لحمة كشة من جوه، تعرفي ان هو بلحمة صافي، مش ضاربينه بحاجة يعني. وهنا بقى جبنا شوية مية في طبق كده، هنملس عليها بالرغيف كده من بره عشان يبقى طري. مش كتير، يا دوبك بس بنديه كده علشان العيش ما ينشفش معانا. وهسويه بقى في الفرن. شغلت الفرن من تحت، طبعا بنعلي الفرن على الاخر، وبنحط عليه صينية كده او صاج بقى، اللي حابة تعملي فيه اعملي فيه. وهنحط شوية من الزيت، وهنحط قطع عليه كده زي ما انتوا شايفين علشان تسيح في قلب الزيت. طبعا عايزة اقول لكم ان دي احلى تسوية للحواوشي، بيبقى طري كده، وبتبقى اللي هي يعني بتدي طعم حلو جدا للرغيف الحواوشي. دي التسوية بتاعت المحلات يا جماعة، احلى محلات اللي بتاكلوا فيها حواوشي. الحواوشي يعني الاصلي كده بيسووها بنفس الطريقة دي. ودي الطريقة اللي بيبقى فيها الحواوشي طري كده وحلو، يعني بيبقى العيش مقرمش وفي نفس الوقت طري، يعني مقرمش بسيط، مش بيبقى ناشف يعني. وكده استوى معانا بقى اول فوق كده من رغيفة الحواوشي. شايفين اللون الحلو بقى ده بتاع الحواوشي المظبوط زي ما انتوا شايفين بقى، هي كشت من جوه زي ما قلت لكم، عشان طبعا دي لحمة. بس والله احلى حواوشي هتاكلوه يا جماعة بجد. شايفين بقى شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان الطعم كان تحفه. هنا بعد ما برد بقى عاملين بقى جنبه شيبسي كده. حبيت طبعا، مش كنتش هعرف امسكه هو يعني سخن كده، استنيته لما يهدى خالص علشان اقطعه لكم واوريه لكم من جوه. شايفين بقى من جوه عامل ازاي.
طبعا ما بتقصيه كده بالمقص بيبقى اسهل عليكي، متقطعين بالسكينه بتبقى القطعه مظبوطه كده. شايفين زق بقى من جوه،